دخلنا شقتنا انا وعريستي يوم الفرح. كنت مبسوطه قوي فرحانه، ولقيته بيقول لي اخيرا اخيرا بقيتي مراتي. انا مش مصدق نفسي من كتر السعاده. انا الدنيا كلها مستاهله عيني. انا فرحان قوي، فرحان قوي يا شهد. انتي اجمل حاجه حصلت لي. قلت له وانت كمان. انا عارفه التعب اللي احنا تعبناه اثناء الخطوبه، يعني عشان نتجوز، والمشاكل اللي حصلت وكده. بس الحمد لله ربنا جبر خاطرنا، واحنا دلوقتي اتجوزنا. ولو جدع حصلني بقى، لاني هدخل واقفل عليا الاوضه، ومش هسيبك تدخل ابدا. وفعلا جريت دخلت اوضه النوم، وهو كان بيجري ورايا. كنا عمالين بنضحك. بس المصيبه بقى في اللي شفته اول لما دخلت الاوضه. ساعتها كنت حاسه ان قلبي هيقف، او الدنيا بمعنى اصح كلها وقفت. عمري ما هنسى المنظر اللي شفته. وده لما لقيت امي في اوضه نومي واقعه في الارض. وساعتها قربت منها، ولقيتها ما بتتحركش، وجسمها متلج، ومفيش اي نفس. قلت له الحقني، الحقني يا مصطفى. شوف امي ايه اللي جرالها. وبعدين امي ايه اللي جابها هنا، ايه اللي وصلها لحد اوضه النوم. لقيته قرب مني وبدأ يبص عليها، وقال لي دي ميتة. قلت له ما انا عارفه، بس ده حصل ازاي؟ طبعا كنت منهارة. ما كانش هو كمان قادر يتكلم. وبدل ما تكون ليلة فرحنا، لقينا الشرطة عندنا في الأوضة وبتحقق في الموضوع. وقتها أنا قلت للضابط إن أنا ما حسيتش أصلا بعدم وجودها. كانت موجودة في الفرح وكانت بترقص. ما حسيتش أبدا إمتى اختفت. دي حتى لما طلعنا من القاعة كانت بتكلمني وبتسلم عليا. ومصطفى قال نفس الكلام. وقتها ما قدرتش استحمل التحقيق والكلام اللي بيحصل ده، وطلعت على السلم عشان اقدر انهار واعيط براحتي. ما كنتش مستحملة كل اللي بيحصل ده. معقول معقول يوم فرحي يتهد بالطريقة دي؟ معقول تحصل أسوأ حاجة في حياتي وافقد أكتر إنسانة بحبها في الدنيا؟ وبعدين إيه اللي يجيب أمي هنا؟ كان لغز كبير في حياتي، معرفش كنت هعمل فيه إيه وأحله إزاي. وفي الوقت ده وأنا بعيط، لقيت حماتي اللي هي خالتي جاية بتقولي في إيه؟ إيه اللي حصل؟ هو مامتك مالها؟ وقفت وانهارت قدامها، وقلت لها الحقيني يا خالته، ماما فوق، ماما ماتت، ماما ماتت جوه اوضه نومي، في حد خلص عليها. الضابط بيقول التقرير المبدئي ان في حد خنقها، حد خنقها وموتها. مين يا خالته اللي عمل كده؟ معقول معقول في حد يعمل في امي كده؟ دي عمرها ما اذت حد، وازاي بس تيجي لحد بيتي؟ انا مش قادره افهم، انا هتجنن. لقيتها بتقولي استني بس، انا هفهم كل حاجه. وطلعت عشان تدخل شقتي وتعرف في ايه. في الوقت ده انا كنت بعيط، بس وقفت لحظة وبدأت افكر، هي خالته ايه اللي جابها؟ ايه اللي جابها في الوقت ده؟ وعرفت منين اللي حصل لأمي؟ ده لا انا ولا مصطفى اتصلنا بحد غير الشرطة. ازاي هي عرفت؟ وقتها قلت خلاص، انا مش هفكر كتير، وهسأل مصطفى ان كان قال لها ولا لا. يمكن هو اتصل بيها وانا تحت على السلم، لكنها ما كانتش هتقدر تيجي كل ده. وطبعا لاني كنت تعبانه ومشوشه في الوقت ده، فطبعا ما قدرتش افكر كتير، لاني كنت منهارة جدا واعصابي تعبانه. وطلعت على شقتي، وكان وقتها الشرطه خلصت التحقيق وخرجوا على طول من البيت، بعد ما خدوا الجثه معاهم ورفعوا البصمات وعملوا كل حاجه. وقتها طبعا ما كنتش قادره امسك نفسي، ولقيت حماتي بتقولي امسكي نفسك يا بنتي، اهدي شويه لا يجرالك حاجه، اكيد ربنا هيجيب حقها، واكيد هتعرفوا مين اللي عمل كده، واكيد ان شاء الله ربنا هيعوضك عن الليله اللي ضاعت منك بالطريقه دي، على فرحتك اللي اتكسرت. وقتها ما ردتش عليها، ودخلت المطبخ على اساس اني هجيب كوبايه ميه ليا. وبعدين ناديت على مصطفى وقلت له تعالى يا مصطفى لو سمحت، انا عايزاك. لقيته جالي المطبخ وقال لي ايوه يا حبيبتي، الله يكون في عونك. قلت له انا عايز اسالك على حاجه، إيه هو انت اتصلت بمامتك وانت اللي قلت لها؟ رد وقال لي لا، ما اتصلتش ولا حاجه، ده انا قلت ان انتي اكيد انتي اللي كلمتيها وانتي اللي خليتيها تيجي. قلت له اه، انا افتكرت انا اللي اتصلت بيها وانا اللي قلت لها. ماشي يا حبيبي، اطلع انت دلوقتي وانا هشرب وهاجي بعديك على طول. كنت واقفه حيرانه في اللي بيحصل وما كنتش مصدقه، مش عارفه دماغي متلخبطه ليه. وطبعا بعد ما طلعت بره لقيت حماتي بتقول لا يا مصطفى، انا مش هينفع اسيبكم تناموا هنا النهارده،
النهارده اليوم صعب عليكوا قوي، وبالذات على شهد يا ابني. شهد مش بس مرات ابني، دي بنت اختي اللي النهارده حزنت عليها، والاول مره تنزل دمعه. معقوله بعد كل ده بدات تعيط؟ ما اعرفش ليه قلبي كان وجعني من ناحيتها. انا حتى ما كنتش قادره ابص في وشها، وقلت لها عندك حق يا خالته، ازاي بس هقعد في الشقه النهارده بعد اللي حصل فيها ده؟ انا مش هقدر اعمل كده. ولقيت مصطفى مستغرب من ردة فعلي، وقال لي انت هتيجي تقعدي معايا عند امي؟ معقوله هتعملي كده؟ ايوه كان مستغرب، لاني ما بحبش خالتي دي ابدا، لانها عملت مشاكل كتيره قوي عشان تبوظ الجوازه اصلا ما كانتش عاجباها، رغم ان بنت اختها مش غريبه. وقلت له يلا بينا يا مصطفى، يلا بينا لاني تعبانه، ولسه عندنا مشاوير بكره كتير، عشان هنروح النيابه نكمل التحقيق، وبعدين هنروح ندفن ماما بعد ما يخلصوا تقرير الطبيب الشرعي. قالي حاضر يا حبيبتي. وفعلا رحنا عند بيت حماتي، وقتها لقيت بنتها قاعده وبتقولي معقول الفرح يتهد كده في لحظه؟ وجعتي قلبي عليكي، انا زعلانه قوي يا شهد. وفضلت تعيط على امي. وقتها ما كنتش مصدقه دموع التماسيح دي، وبصراحه كده كنت شاكه في خالتي انها ورا حاجات كتير. معقول تعرف ان في جريمه قتل من غير حتى ما تاخد خبر ولا حد يتصل بيها؟ ده لا انا ولا مصطفى كلمناها، يبقى عرفت منين؟ وهي اصلا بعدينا بشارعين، يعني عمرها ما كانت حتى هتسمع عن الحادثه، واحنا اصلا لا صرخنا ولا حتى طلعنا اي صوت، يبقى عرفت منين؟ وقتها كنت هتجنن من كتر التفكير، لكني كنت تعبانه طبعا من دوشه الفرح وتعب اليوم كله، لحد لما حصلت المصيبه. دخلت الاوضه عشان ارتاح، ولقيت مصطفى بيقول لي مش عارفه اقولك ايه، كان المفروض ان دي هتبقى اسعد لحظه لينا، والمفروض ان انت هتكوني اسعد واحده النهارده. ايه اللي حصل بس؟ ده انت طيبه قوي، وحتى خالته طيبه جدا، وما تستاهلش اللي حصل ده. قلت له ده نصيب يا مصطفى، وان شاء الله ربنا يحلها، والمهم اعرف مين اللي عمل فيها كده ومين اللي بوظ فرحتنا. قال لي ما تقلقيش يا حبيبتي، انا لازم اعرف مين اللي عمل كده، لازم هنفضل ورا الموضوع لحد ما نعرف ازاي حصل بس، وان شاء الله اقدر اعوضك عن اليوم اللي راح ده، وتبقى ايامنا الجايه كلها سعيده. وحاول يطيب خاطري طول الليل. طبعا انا ما جاليش نوم، وتاني يوم رحنا النيابه وكملنا التحقيق، وبابا وقتها عرف ونهار جدا. انا ما رضيتش اقوله في ساعتها لانه كان تعبان وكان ممكن يجرى له حاجه. وعدت طبعا الايام صعبه جدا لحد لما اتدفنت امي، وانا ساعتها ابتديت اتاقلم عند العيش عند حماتي، لاني بصراحه كنت شاكه، والشك كان مالي قلبي من ناحيه خالتي اللي عملت مشاكل كتير، حاجات كانت تافهه، وكانت هي كلها بتتدخل فيها لانها ما كانتش عايزه تناسبنا، وما كانتش عايزه تجوزني انا اصلا لمصطفى. وبصراحه كده حلفت ان انا هنتقم منها. ايوه هنتقم منها على كل اللي عملته ده. انا حتى ما تهنتش ولا عشت حياتي بسببها، وكنت براقب كل تحركاتها، حتى وهي بتعمل الاكل، حتى لما بتدخل الحمام. كان نفسي اعرف اي دليل عليها، لاني كنت شاكه فيها ان هي اللي عملت كده. انا كنت متاكده انها تعرف حاجه، انا بس كنت عايزه دليل واحد بس، وما كنتش هرحمها. وعدت الايام وانا كل يوم براقبها في كل لحظه وكل حركه بتعملها، وللاسف ما كنتش عارفه اوصل لحاجه، مش عارفه اوصل لاي طريقه، لحد لما تعبت نفسيا. وفي يوم لقيت مصطفى وقال لي وبعدين بقى يا حبيبتي، احنا بقالنا شهر على الوضع ده، تعالي نروح بيتنا، عايزين ناخد حريتنا انا وانتي. قلت له بعدين يا مصطفى، انت مش عارف حالتي النفسيه عامله ازاي، انا تعبانه قوي، عارف لما اعرف مين اللي عمل كده في امي انا هرتاح قوي كمان. المشكله بقى وانا بكلمه كان مرتبك قوي، وده شككني اكتر فيه. ودايما كنت بلاقي برضه اخت جوزي عماله تبص لامها من فوق لتحت، وعماله دايما تبص لها بعتاب. كان قلبي حاسس ان انا مش غلطانه، بس انا ما كنتش اقدر اقول لمصطفى الكلام زي ده، كان لازم اسكت لاني ما عنديش فعلا دليل. وقلت له انت عارف، لو كان بس عندنا كاميرات تحت العماره كان زمان ارتحت وقلبي ارتاح. المشكله ان العماره اللي فيها الشقه بتاعتنا يعتبر فاضيه وما فيهاش سكان كتير، وده اللي مخليني موجوعه قوي يا مصطفى. انا كل يوم بحلم بامي ونفسي بس اجيب لها حقها، ده غير ابويا اللي حالته اتدهورت من ساعه ما عرف الخبر ده. رد وقال لي ان شاء الله خير يا حبيبتي، ما تقلقيش، وسابني وخرج من الاوضه.
ما كانش عارف الوجع اللي جوايا، ما كانش عارف كل حاجة بحس بيها. وعدى يا دوبك 3 أيام، كنت وعدت أنا مصطفى إن أنا همشي. واليوم فعلا اللي أنا كنت همشي فيه، لقيت بنت خالتي جاية من ورا وبتعيط، وعمالة تقول لأمها الحقيني، الحقيني في المصيبة اللي حصلت لي. قالت لها مالك يا بنتي في ايه؟ قالت لها مش هقدر اتكلم هنا، تعالي ندخل الأوضة بتاعتك. وفعلا دخلوا الأوضة سوا. أنا وقتها كنت عايزة أعرف ايه اللي بيحصل، ورحت وقتها أقف عند الباب وعشان أسمع كل حاجة. ولقيتها بتقول لها مصيبة، مصيبة أنا كنت متأكدة منها وعارفاها كويس. ولقيتها بتقول لها انت السبب يا ماما، حياتي باظت من ساعة ما سكت وما قلتش الحقيقة. من ساعة ما سكت وما قلتش ان انت كنت عند اخويا يوم الفرح في الشقة بتاعته. سكت وخبيت وما رضيتش اقول اي حاجة، وحياتي كلها اتخربت. جوزي اتجوز عليا واكتشفت انه ما بيحبنيش. النهارده ضربني ورماني على السلم وقال لي اوعي تيجي هنا تاني. انا لو كنت قلت الحقيقة كان ربنا كرمني في حياتي. انا ما قلتش الحقيقة وكتمتها يا امي، انت السبب في كل اللي حصل لي. لقيتها بتقول لها اسكتي، اوعي تفضحينا، مرات اخوكي هتسمع وهتفهم غلط. وقتها دخلت عليهم الأوضة وقلت أفهم إيه بعد اللي فهمته. سمعت كل حاجة. أنا أصلا كنت شاكة فيكي، أنت يا خالته اللي عملتي كده. عملتي كده ليه في أختك؟ ليه حرقتي قلبي عليها؟ ليه دمرتي يوم فرحي؟ ليه دمرتي حياتي كلها؟ أنا أصلا كنت شاكة فيكي، وكنت عارفة إن أنت بتكدبي لأنك جيتي البيت وأنا مش موجودة. أنا كنت عارفة كل ده وما استنيتش أي حاجة. ورحت ساعتها بلغت عليها وقلت كل حاجة في اسم الشرطة، وفعلا اتقبض على خالته. بس هناك بقى جه مصطفى وقال امي بريئه يا حضره الضابط. قلت له بريئه ازاي؟ مش بريئه ولا حاجه. هيطبقوا دلوقتي البصمات اللي كانت موجوده على جثه امي ويعرفوا ان هي اللي عملت كده. انا متاكده يا مصطفى. قال لي وانا متاكد ان امي بريئه وانا معايا دليل براءتها يا حضره الباشا. ساعتها الضابط قال له فين دليل البراءه؟ طلع على التليفون وقال له اتفرج حضرتك. ساعتها الضابط كان مذهول من اللي شافه، ووقتها قال بصراحة كده أنا حطيت كاميرا في أوضة النوم بتاعتي لأني كنت عايز أصور اليوم ده ويكون ذكرى بيني وبين مراتي. أنا طبعا ما قلتلهاش وهي ما تعرفش إن كانت في كاميرا في أوضة النوم. أنا كنت عايز بس إن اليوم ده يكون ذكرى، ذكرى أتفرج عليها على طول. ساعتها كنت مصدومة باللي بسمعه، واتصدمت أكتر لما عرفت إنه الضابط قال بس حضرتك كنت موجودة يا حاجة، انتي روحتي الشقة فعلا واتقابلتي معاه واتخانقتي معاه؟ قالت ايوه انا رحت فعلا. بصراحة كده كنت عاملة عمل عند الساحر عشان افرق ما بينه وما بين مراته، وقلت ان انا هحطه لهم تحت السرير زي ما قالي. ورحت الشقة، بس الغريبة بقى ان انا لقيت اختي هناك في اوضة النوم، ولقيتها هناك بتحط فلوس لبنتها، وكمان بتحط الذهب بتاعها في الدولاب عشان ما تنساهوش. وانا وقتها لما دخلت قلت لها ايه اللي جابك هنا؟ قالت لي بحط الذهب بتاع بنتي وفلوسها لانها كانت رافضه تاخدهم واشيلهم لها يا عزه. انت بقى ايه اللي جابك الشقه بتاعت العرسان؟ رديت وقلت لها انا جايه عشان مالكيش دعوه. بقولك ايه، انت عارفه ان الجوازه دي مش هتكمل وانا مش هخليهم يعيشوا مع بعض لحظه واحده. انت عارفه ان انا بكرهك وبكره بنتك، والجوازه دي مش هتكمل كتير. واستني مني بقى وشوفي انا هعمل فيها ايه. وبعد ما اتخانقت معاها سبتها ومشيت، بس سبت الباب مفتوح وانا ماشيه. وبعد كده معرفش ايه اللي حصل، لقيت الضابط بيقول في الفيديو موجود حرامي واحد دخل عشان يسرق واخد منها الذهب والفلوس، وقبل ما تصرخ خنقها وهو اللي خلص عليها وهرب طبعا بسرعة وما سابش اي اثر لان طبعا الباب كان مفتوح. وهو ده كل اللي حصل. وقتها عرفت ان في حرامي دخل وهو اللي عمل كده في امي. واصلا ما خدتش بالي ان الذهب والفلوس اختفوا لان ماما اصلا راحت توديهم من ورايا، وانا اصلا ما كنتش اعرف عنهم اي حاجة. والمصيبة الأكبر بقى كانت في جوزي اللي حاطط كاميرات جوه البيت عشان يصور أوضة النوم. دي كانت صدمة ما كنتش قادرة أقبلها. الضابط ساعتها وعدني إن هو هيجيب الحرامي ده وهيقبض عليه لأنه باين جدا في الكاميرا. ده حتى كان عارف كل حاجة وكان ساكت ساكت. هو عارف إن أنا بتعذب وأنا مش عارفة مين اللي عمل كده في أمي. رحت قعدت عند أبويا وأنا متدمرة نفسيا ومكسورة، وطبعا طلبت الطلاق من مصطفى. بس هو دايما كل يوم بيكلمني عايز يرجع، عمال بيتحايل على ابويا وبيتحايل عليا كل يوم يعيش معايا ويقول ان هو بيحبني. بس انا مش قادره اثق فيه تاني
مش قادرة أقابل حتى خالتي مرة تانية، مش قادرة أعيش معاهم تاني، ومحتارة أعمل إيه، أرجع له ولا أطلق منه؟ أعمل إيه وأتصرف إزاي؟ ولو أي حد مكاني كان هيعمل إيه؟ أرجوكوا ساعدوني برأيكم وقولوا لي أعمل إيه. لو عجبتكم القصة ما تنسوش تضغطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم إشعار بكل القصص الجديدة. ولو أنت بتتابعنا على صفحة الفيسبوك ما تنساش تضغط لايك ومشاركة وكمان متابعة صفحة الفيسبوك. أشوفكم على خير إن شاء الله.